السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. هنبتدي فيديو جديد مع بعض، هنتكلم فيه عن حاجة ممكن نكون اتكلمنا عنها قبل كده تبع فيديو من الفيديوهات بتاعتنا. هنتكلم فيه، هتبقى ليها علاقة بالديف تولز الخاصة فلاتر ديف تولز. لكن قبل ما نبدأ طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، لأن ما بنزلش كل الفيديوز على السوشيال ميديا التانية، يعني تبقى على القناة بتاعت اليوتيوب بس. يعني هتلاقي فيديوهات جديدة، أكيد توبكس انت ما عندكش فكره عنها قبل كده، ممكن تستفيد منها. ممكن تلاقيني مقسم لك الدنيا في بلاي ليست هنا كويسه لو انت حابب تتابع اي بلاي ليست منهم. خلونا نبدا مع بعض عشان ما اضيعش وقتكم اكتر من كده. هتكلم ايه في فيديو النهارده؟ هتكلم عن الديف تولز، حاجه ليها علاقه بالبرفورمانس. هنوضح حاجه معينه وهندي معلومه بسيطه، او يعني ايه، توبك جديد ممكن تكون ما سمعتش عنه قبل كده في فلاتر، هنتكلم فيه مع بعض. بس اول حاجه انا عاوز افتح الديف تولز عندي، بعمل كوماند شيفت بي او كنترول شيفت بي لو انت ويندوز. هختار اوبن ديف تولز، هيقول لك افتحها على ايه، تقول له ويب. انا فاتحها هنا على الويب. تعال نروح، ده الديف تولز بتاعتي العاديه. يقول لك كونكتد اب بتاعك، هيقول لك شويه تفاصيل الفيرجن، الفلاتر فيرجن اللي انت شغال عليها. مش محتاجين منها غير كده. عندك الفلاتر انسبكتور، عندك الويدجت تري، تقدر تشوف فيها التري بتاعتك شكلها عامله ازاي. هنروح بقى الحته اللي احنا عاوزينها، البرفورمانس. برضو يعني دي حاجه بتشوف البرفورمانس بتاعك، الدنيا ماشيه ازاي في البرفورمانس، يعني بتشابه الالوان كده. يعني مش دي الحته اللي انا عاوز اتكلم عنها، فهتلاقيني بعدي سريع فيها. اللون ده تمام، اللون ده تمام، متوسط. ده معناه ان انت عندك لاج. طبعا احنا شغالين على ايميوليتور فهتلاقيه بيخرف، مش صح على طول. الحته اللي انا عاوز اروح لها هي الريبيلد ستاتس، وهفعل جزء كاونت ويدجت بيلدز. تمام. تعالى كده نروح مع بعض نعمل اي حاجه مثلا في الاب. تعال نشوف الكود الاول عشان ما توهوش. دي صفحه اسمها برودكت داشبورد. عندي كاتيجوريز اللي هي هتلاقيها اللي ظاهره فوق دي، وعندي برودكتس. تمام. ودي الويدجت عندي، هو بيطبع. انا عامل برنت عادي عشان ابين لما بنعمل ريبيلد للسكرين تاني. والليست فيو دوت بيلدر اللي بتظهر عندي الايتم ايتم. طبعا دي الكاتيجوريز، ودي البرودكتس تحت. طيب لما بنضغط على الفيفوريت بيعمل سيت ستيت. ده اللي هي الحاجه البيزك بتاعتنا. انا فيديو النهارده ان شاء الله هيبقى سريع، مش هطول فيه. بس خلينا كده نيجي هنا نضغط. بص، تعالى نخلي اوفر اول. عاوزك تشوف ايه اللي بيتعمل له ريبيلد عندك تاني. كل ما اعمل واحده فيهم، اول حاجه الستايل دي تمام بيتعمل لها ريبيلد، لان هو ايه، عمل ريبيلد للسكرين كلها. وهتلاقي بيقول لك برودكت داشبورد ريبيلد، هتلاقيه عدى هنا راح ندح على الويدج بتاعت البيلد تاني، فهتلاقيه بقى بيروح يبني كل ده تاني. فهتلاقي عندك كل حاجه بتتبنى تاني اهو. عندك اوفر اول دي عدد الريبيلدز اللي حصلت، وبيقول لك طبعا السطر فين، انهي كل واحده فيهم في انهي سطر. ففي كل مره انا بروح اختار يعني اعمل اي اكشن عامه، او اقول السيت ستيت، هتلاقي كل الليست فيو بتعمل لها ريبيلد، وكل حاجه بتعمل لها ريبيلد عندك. الليست فيو دي والليست فيو التانية الاثنين، في حين اصلا انك انت شغال هنا بس. طبعا ده على مستوى البروجكت او على مستوى اكبر شويه، ده هيأثر على البرفورمانس بتاع الاب عندك، وهتلاقي فيه بروسيسز عماله تشتغل انت مش محتاج لها اصلا. ايه اللي يخلي كل دي يتعمل له ريبيلد وانا بعدل في حاجه واحده؟ هي دي الفكره. فهيجي هنا دور، هيبقى الحل اللي انا هقوله ده حل ده البدائي خالص بتاع فلاتر. هيبقى في حاجتين عندنا. تعالى اجيب الكود الاوبتمايزد. ده المين عادي خالص، والكاتيجوريز برضو، والبرودكتس نفس اللي اتعمل هنا. بيقول لك لما يجي كل الويدجت بتاعت البيلد هتلاقيه بيطبع لك الاوبتمايز، يعني السطر ده.
طيب عندنا الكاتيجوري سيلكتور، ده اللي فيها الكاتيجوريز اللي موجوده عندي. هتلاقيه بقى حاططها في ايه؟ حاجه اسمها value listenable builder. طيب ايه الفاليو listenable builder دي انا بروح اقول لها لو حصل اي ريبيلد مالكيش دعوه بيه، ما تعمليش ريبيلد غير لو الفاليو دي اتغيرت. الفاليو اللي هي بتاعت السلكتد كاتيجوري دي هي اللي اتغيرت، وبتلاقيه بياخد قيمه اسمها فاليو نوتيفاير. طيب فاحنا عندنا حاجتين اساسيتين، عندنا الفاليو نوتيفاير ده وده، هتلاقيه حاطط كل حاجه في فاليو نوتيفاير. ده لما بيحصل تغيير هنا الكاتيجوري بتاعت الفاليو ليسنبل بيلدر دي بتسمع، فهو يعرف ان حصل تغيير في الفاليو دي يعتبر، خلينا نقول هي تعتبر الستيت مانجمنت بسيطه جدا جدا بيلت ان عندنا في فلاتر. يعني انا مش مستخدم اي باكجات او اي حاجه، لا ده فاضي عندي يعني. دي حاجات بيلت ان عندنا تبع الفريم ورك. طيب انت بتقولها ليه؟ انا عايزك تبقى عارفها بس كما يعني عشان لو اتقالت قدامك اللي هو الفاليو نوتيفاير، او لو اتقال قدامك الفاليو ليسنبل بيلدر. فاحنا اتفقنا ان احنا عندنا الكاتيجوري سيلكتور ده اللي فيه الكاتيجوريز، وعندي ليست، عندي هي ليست عاديه خالص بس البيرنت بتاعها فاليو ليسنبل بيلدر. وانا بقول له لما الفاليو دي تتغير بس روح اعمل ريبيلد للليست فيو دي، لكن ما تروحش تعمل لها ريبيلد مع كل ست. فخلونا نجرب كده مع بعض ونشوف. تعال نعمل اللوك كده. تمام، الاب عندنا فتح. تمام، ريبيلد ستيت. لا انا مش عاوز اوزع الحاجات اللي اتعمل لها ريبيلد دي. طيب خلينا نقفل ونفتح تاني. مش عاوز اقفل الاب. طيب الاب ان شاء الله مش هياخد وقت عما يرن، ولو خد وقت انا هقص من وقت الفيديو عما يفتح. تمام جدا. عاوزك تبص تاني على الكود اهو، الاب رن. فاليو نوتيفاير من اسمها دي الفاليو اللي بيتعمل بيها نوتيفاي للفاليو ليسنبل بيلدر بتاعك. طيب انت محتاج تتعمق قوي في الحته دي وتفهمها قوي؟ لا، انا بقول لك المعلومه دي يعني انت كده كده في معظم الاوقات بتستخدم ايا كان الستيت مانجمنت بتاعتك، سواء كانت بروفايدر، سواء كانت بلوك، كيوبيت، ريفر بود، ايا كان الستيت مانجمنت بتاعتك انت بتهندل جزء الريبيلدز ده عن طريقه، اللي هو انت بتخلي الاوبجكتس او الويدجت تلسن بس على البروفايدر لما يحصل تغيير فيه. يعني لو انا عندي كونسيومر او ليسنر او بيلدر، انا بروح بخليه بيرنت بس للويدجت اللي لما اميت ستيت او انوتيفاي ليسنر يتعمل ريبيلد ليها. طيب تعالى بقى نفتح الديف تولز عندنا. open div tools in web browser. تعال نروح على البرفورمانس، الريبيلد ستيتس. تعالى هنا كده. طيب تعالى بقى نغير في اي واحده فيهم. تعالى نضغط مثلا على الالكترونكس دي. تعال نختار وليكن، بص مش كل السكرين بيتعمل لها ريبيلد، لا اللي الفاليو. تعال اما اوريك اللي البيلدر بس بيلسن على لما الفاليو دي تتغير، او لما هنا في البرودكت تايل لما الفاليو دي هي اللي تتغير، اللي هي البرودكت دي.
وبتبقى جايه طبعا من فاليو نوتيفاير، بيروح يعمل ريبيلد للويدجتس بس. حاسس ان انت اتلخبطت، مش مهم يعني، ما هياش حاجه اساسيه قوي، بس دي اعتبرها ستيت مانجمنت بسيطه. انا بس بقول لك كمبدا، انا عاوزك تبقى فاهم من الفيديو ده ان انت تلسن على ان انت تيجي اصلا تستخدم الديف تولز بتاعتك، ان انت تشوف السكرينه بتاعتك الريبيلدز فيها بتحصل ازاي، هل في ويدجتس بيتعمل لها ريبيلد ما هياش محتاجه اصلا يتعمل لها ريبيلد، هي مش هتتغير، فبالتالي انا اروح اخليها تلسن على او اشيلها مثلا من بيلدر معين او كونسيومر معين، لان انا مش محتاجها يتعمل ليها ريبيلد فيها. ف ده كان فيديو سريع، اتمنى ان هو كان سريع، ما اعرفش الفيديو طول قد ايه الصراحه. بس ده لو اتلخبطت من الفاليو listenable builder دي ممكن تقولي في الكومنتس، ممكن نخصص ليها فيديو. يعني هي دي اسهل حاجه لقيتها اجرب بيها، يعني كان ممكن اجرب بالبروفايدر، كان ممكن اجرب بالبلوك، بس دي لقيتها اسهل حاجه. هما حاجتين، عندي value notifier وعندي value listenable builder، معتمد على value notifier. لما الفاليو notifier ده بيتغير، دي بيتعمل لها ريبيلد، غير كده ما بيتعمل لهاش ريبيلد. بكل اختصار، اتمنى الفيديو يكون فاد الناس، اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. السلام عليكم.